صباح الخير يا أصدقائي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب بخير. يلا لايف جديد النهاردة هتكلم فيه عن الأرواح، عن روح كل واحد فينا. عايزة أتكلم في اللايف النهاردة عن الناس سارقي الأرواح، الناس اللي بتسرق أرواح الأشخاص التانيين. وليه مهم وضروري ان انت تحافظ على روحك، وليه مهم وضروري ان انت تسمع لروحك كويس جدا، وازاي تقدر تفرق بين روحك وبين نفسك، وازاي ان انت تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك الاشارات او بيبعت لك طريقك عن طريق الروح. يعني الروح هي بترشدك على طريقك وعلى دورك في الحياة دي. اللايف النهاردة مهم جدا جدا يا جماعة، لان انا هتكلم على معلومات مهمة يمكن اول مرة تسمعوها عن الروح. ومهم جدا نفهم قوة ونفهم عظمة الروح اللي ربنا مديها لنا دي، وان احنا لازم نحافظ على ارواحنا ونحافظ على ارواح الناس التانيين وخاصة اولادنا، لانه احنا لازم نخلي ارواح اولادنا قوية جدا 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 عشان تقدر تعمل روحها، تعمل دورها اللي ربنا سبحانه وتعالى مكلفها بيه. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن ايه هي الروح، مصدر الروح، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بينقل من روحه للبشر ومن البشر لاولادهم واولادهم وهكذا. رحلة الروح بتبقى ازاي؟ يعني بعد ما ربنا بيحط فينا الروح، ايه الطبقات بتاعت الروح؟ لان الروح مش درجة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء درجات وكل شيء طبقات، زي ما خلق السماء طبقات وزي ما خلق الارض طبقات، كذلك الروح طبقات، مرحلة فوق مرحلة فوق مرحلة، وعليك انت تكون واعي ومدرك بكده. صباح الخير عليكم، اهلا اهلا اهلا، صباح الفل عليكم. طيب النهاردة هتكلم معاكم عن البداية خالص خالص، قبل ما يتخلق البشر بقى وقبل ما يتخلق سيدنا آدم وكل الكلام ده. كل المخلوقات اللي على الارض دي عشان تتوجد على الارض لازم تتوجد بكلمة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لازم يقول يا شمس اطلعي فتطلع الشمس، يا قمر اطلع فيطلع القمر، يا ارض اطلعي، يا ميه كوني. فربنا سبحانه وتعالى كلمة كون هي معناها ان انا بدي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي روح للشيء انه يتخلق ويتوجد. فما دام قال كن للشيء فيكون، يعني يكون، يعني يكون في من روح ربنا سبحانه وتعالى عشان يؤدي المهمة اللي هو منوط بيها. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول للميه كوني يا ميه فتكون ميه. عشان تكون ميه لازم يكون فيها روح، الميه فيها روح زيها زينا بالظبط، لازم يكون فيها روح. ليه؟ لان انت لو بصيت للميه هتلاقي فيها ارواح كمان، هتلاقي فيها ارواح السمك، ارواح الحيتان، ارواح سبحان الله المخلوقات البحريه، كل دول ليهم عقل وليهم وعي وليهم ادراك زي البشر بالظبط. فاذا الروح مش بس للانسان، الروح لكل مخلوق انت شايفه في حياتك، سواء انتبهت لوجوده او ما انتبهتش لوجوده. وكل الروح من الارواح دي فيها زي سجل كده بتسجل كل شيء بيحصل بمنتهى الدقة. الطيور ليها روح، المية ليها روح، سبحان الله الهواء ليه روح، الشمس ليها روح. كل مخلوق من المخلوقات دي مدام اتوجد، مدام اتخلق، مدام ربنا قال له يكون، فمعنى كده ان هو فيه من روح الخلق اللي هي اول مراحل الروح. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بخلق سيدنا آدم. سيدنا آدم احنا بنتخيل انه بشر زينا كده كويس، ولكن خلينا نطلع بره الكرة الأرضية شوية، نطلع بره الكرة الأرضية دي. الكرة الأرضية دي كلها روح آدم، كلها بكل المخلوقات اللي عليها، قصدي بكل المخلوقات البشرية اللي عليها، سواء كانوا قبل أو جايين. فروح آدم هي مش روح لشخص واحد، هي روح لكل البشر أو لكل البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى هيخلقهم على هذه الأرض لغاية آخر واحد هيموت. فإذا الروح مش لشخص واحد، أنا ليا روح وأنت ليكي روح وهو ليه روح وهي ليها روح وولادنا ليهم روح وهكذا. فبتتجمع كل هذه الأرواح عشان تنسج الروح الواحدة أو النفس الواحدة اللي هي بتاعت سيدنا آدم عليه السلام. عرفتوا ازاي؟ فتخيلوا احنا قد ايه الروح دي كبيره، الروح دي كبيره جدا 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 جدا، بس احنا بنبص لنفسنا على ارواحنا احنا، فبنبص قد ايه احنا محدودين وقد ايه قليلين. ولكن لما تبص لعظمه ربنا انه لما يخلق روح دي حاجه عظيمه جدا. وبعدين يا جماعة كل روح مننا ليها دور في هذه الحياة عشان تكمل البازل، تكمل الصورة الكبيرة بتاعت الروح الكبيرة بتاعت روح سيدنا آدم عليه السلام، ومنها الروح الأعظم اللي خلقها اللي هي المصدر اللي هي روح ربنا سبحانه وتعالى. فيجي ربنا سبحانه وتعالى ينفخ من روحه في سيدنا آدم،
فينفخ من روحه، يعني مديله كل السيستم بتاع الخلق بتاع بتاع سيدنا ادم وذريته كلها لقيام الساعه. ربنا سبحانه وتعالى مش انه خلق سيدنا ادم وخلاص هيخلق روح تانية لسيدنا مش عارفه مين، لا، سيدنا ادم هو السورس، المصدر بتاع البشريه بتاع البشر، ومن هذا المصدر خرج الفروع. كنتوا نفس واحده وبعدين بقيتوا كتير، وكنتوا روح واحده، وروح واحده اللي احنا جايين من روح ربنا سبحانه وتعالى لما نفخ في روح سيدنا ادم. وبعد كده من سيدنا ادم انتقلت الارواح دي وانتشرت وبقت الاجيال اللي انتوا شايفينها دي. الروح ما فيهاش ذكر وانثى، الروح ما فيهاش ذكر وانثى، انما هي مخلوق ربنا وحده اعلم بشكل هذا المخلوق وماهيته. ولكن الروح دي بتعمل ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم نفخ فيه من روحه، ودي اول حاجه بتعملها الروح، بتعملها انها بتخلق الحياه في المخلوق اللي ربنا قدر له انه يكون. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل بقصه ستنا مريم. اما ستنا مريم حملت في سيدنا عيسى، فقال ربنا سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله زي مثل سيدنا ادم، خلقه ما كانش شيء. يعني الروح اللي بتتخلق في الحياة دي هي بأمر ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يخلقها من ولا شيء زي ما خلق سيدنا آدم، وزي ما خلق سيدنا عيسى لما خلق سيدنا عيسى من غير راجل من غير ذكر يعني. فإذا الروح هي هبة من ربنا سبحانه وتعالى يهبها للمخلوق عشان يقوم يؤدي دوره في هذه الحياة. ومن المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تؤدي دورها في هذه الحياة هي الكتب السماوية اللي ربنا نزلها. كل كتاب من الكتب السماوية دي بيخاطب جزء معين من الروح أو بيخاطب جزء معين من النفس، ولكن هو في من روح ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا خلقه وقال له كن فيكون، اكتب كل شيء. وإنه في القرآن الكريم مكتوب من أول ما ربنا خلق السماوات والأرض وخلق البحار والأنهار ومش عارفة إيه والبشر ومش عارفة إيه وخلق النباتات وخلق كل شيء يخص الكرة الأرضية مذكور في هذا الكتاب العظيم اللي نزل بطباق يعني بتدرج برضو. ما احنا قلنا ان الروح بتنزل درجات، وكذلك القرآن نزل درجات. نزل الاول صحف ابراهيم، نزل قبل كده مع سيدنا ادم شوية صحف وارشادات معينة، وبعد كده ورثها ابنه شاف، وبعد كده جه بعد الطوفان نزل طبعا صحف سيدنا ابراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد بالتمام والكمال عشان يكمل رسالة الروح وهي القرآن الكريم. فإذا الروح هي كلمة ربنا سبحانه وتعالى بيهبها لكل المخلوقات اللي اتوجدت في الحياة. مهما كنت تعتقد ان المخلوق ده لا يدرك او مش فاهم، انت مش في نفس وعيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على المخلوقات الكل بيسبح لربنا، بس احنا ما بنفهمش تسبيحهم. فبيسبح لربنا يعني عنده وعي، عنده ادراك، عنده دور في الحياة دي لازم بيعمله. عرفتوا ازاي يا جماعة؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى حط الروح، أول ما حطها نفخها في سيدنا آدم. سيدنا آدم يعني كل بشرية آدم، كل ذرية آدم، من أول ما اتخلق سيدنا آدم لغاية نهاية العمر. ربنا سبحانه وتعالى في الأرواح دي، الهدف من إن ربنا حط الأرواح دي عشان أول حاجة الخلق، إنه يخلق البشرية دي. وبعد كده بتيجي المرحلة التانية من الخلق، المرحلة التانية وهي خلق المعرفة. يعني الروح دي جاية شايلة معرفة ربنا سبحانه وتعالى أو معلومات من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان، للبشرية دي. في بعض منا عندهم معلومات بالكتاب اللي هو الكتاب ان هو دوره ايه في هذا الكتاب، وفي بعض منا ناسي اساسا هو دوره ايه في الكتاب. وعشان كده ربنا بيبعت دايما الرسل عشان يذكرونا انه ارجعوا للكتاب وقروه عشان تعرفوا دوركم ايه، عشان لما تقولي تكونوا عارفين لانه كله انا كاتبه لكم ومغششكم مسبقا. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يقول لك انا نفخت في بطن ستنا مريم انها تجيب سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى اول حاجه، سيدنا عيسى كان روح بقى، كان روح صافيه، روح صافيه. ليه؟ عشان ربنا يديك رساله انه الروح لازم تركز عليها. ربنا سبحانه وتعالى كل رسول وكل نبي جاي برساله للارض عشان نتطور وعلشان تنمو النفس وعشان يكون هدى للناس. انه الناس سبحان الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم انزلوا بقى اهبطوا منها، ولما ياتيكوا هدى مني ومن تبع هدايا فانه على الطريق المستقيم. عرفتوا ازاي؟ فيجي سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى خلقه روح فقط، يعني ما عندوش شهوه، ما عندوش نفس، ما عندوش انا عايز اكل، يعني قصدي ما عندوش عايز اتزوج، ما عندوش. هو وسيدنا زكريا كويس. فهو
سيدنا عيسى لما جم سالوه وسالوا ستنا مريم وقالوا لها مين ده، رد سيدنا عيسى وهو طفل لسه في اللفه وقال لهم انا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني انا مديني في الكتاب اللي هو القرآن الكريم دوري مكتوب ان انا هكون نبي في الامه دي. فاذا معنى كده ايه؟ معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى مدي لكل واحد دوره من قبل ما يتخلق هذا الانسان. يعني مديك دورك، ولكن الاغلب لان هو بينشغل بالنفس وبينشغل بالفلوس وبينشغل بالاولاد ما بيقدرش ان هو يتواصل مع روحه ويقدر ان هو يؤدي رسالته اللي منوط بيها في هذه الحياه. فيجي سيدنا عيسى يرد عليهم يقول لهم انا عبد الله اتاني الكتاب. ما قالهمش بقى انا عيسى، وما قالهمش الكتاب ده ايه، ما فسرش، ولكن قال اللي هو سبحان الله اول درجات المعرفه اللي هي معرفتك بالكتاب. اساسا انت لازم تعرف روحك، تعرف في الكتاب وتعرف دورك في هذا الكتاب. وزي ما انا قلت لكم ان الروح طبقات. اول حاجه في طبقه الروح هي الخلق، انه يتخلق هذا الجنين او يتخلق هذا المخلوق او يتخلق البشر في الرحم مثلا. وبعد كده لازم الانسان ده يكون عارف الكتاب بتاعه، عارف هو تبع يعني هو ايه هو الدين، ايه هو ربنا، ايه هو الكلام ده كله. وعشان كده يجي سيدنا ابراهيم اما قعد يبحث على ربنا يبحث على ربنا يبحث على ربنا ويقول الشمس والقمر وكذا وكذا، ده نوع من انواع انه عايز يفهم روحه، عايز يفهم هو دوره ايه في الحياه، هو موجود هنا عشان يعمل ايه. لما احنا ما بنعرفش دورنا في الحياه بنحس بالتوهان، بنحس بالضياع، بنحس ان احنا مش عارفين نعمل الدور اللي ربنا امرنا بيه، بنعيش وبنموت والروح ما بتأديش رسالتها. اغلب الانبياء والرسل والصالحين اللي موجودين على الارض دول هم عارفين روحهم كويس جدا، وعارفين يتواصلوا مع مصدر الروح اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وعارفين ان هم دورهم ايه في الحياه وبيطبقوه وبيعملوه. عشان كده هم وصلوا لمرحله تنوير عاليه جدا 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 اغلب البشر في غفله عنها. فنرجع تاني لقصه ستنا مريم. لما ستنا مريم راحت بسيدنا عيسى اللي هو روح ربنا وكلمته، فكلمة ربنا ايه اللي هي مكتوبة في القرآن الكريم انه سيدنا عيسى هيجي نبي زي سيدنا محمد، زي سيدنا ابراهيم، زي سيدنا كذا كذا، وكل واحد فيهم له دور، زي سيدنا نوح، زي كذا كذا، كله مكتوب. فقال لهم ايه؟ قال لهم انا عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي. وجعلني ايه؟ ده الجزء اللي هو اتعلمه من ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. الجزء التاني الباطني بقى اللي هو ايه؟ اللي هو خلاني ان ربنا سبحانه وتعالى خلاني برا بولادتي بامي وما جعلنيش جبار شقي. يعني ما جعلنيش في الحياه دي بزني، ولا خلاني في الحياه دي بسرق، ولا خلاني في الحياه دي باخد حق مش حقي، ولا خلاني في الحياه ديت ان انا اخد ملكي مش ملكي، ولا كل الكلام ده. ولكن هو عارف دوره ان هو جاي روح طاهره للارض دي عشان يفهم الناس انه انتوا لازم تفهموا روحكم، ان روحكم في الاساس روح طاهره من ربنا سبحانه وتعالى، عباره عن نور صافي، طريق واضح ليه انه يشدك ويطلعك لربنا سبحانه ويرجعك لربنا سبحانه وتعالى. بعد ما هذه النفس عصت ربنا سبحانه وتعالى لما امرها انها ما تعملش شيء وعملته. فالروح دورها ايه يا جماعه؟ الروح دورها اول حاجه انك تتخلق في هذه الحياه، ان انت تتوجد في هذه الحياه. الدور التاني ان انت تكون عارف دورك في الحياة، ومش هتقدر تعرف دورك في الحياة او دور روحك في الحياة الا لما ترجع للكتاب بتاعك وتفهم وتقرأ انت دورك ايه. تالت حاجة انك انت تكون عارف ان مادام انت بتعمل حاجات مش كويسة، يعني مادام انت شقي في الحياة دي، شقي يعني ايه؟ يعني بتعمل يعني في شقاء. مادام انت في شقاء يعني معنى كده ان انت بعيد عن روحك تماما، يعني انت مش مع مصدر النور الالهي اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه فيك. فاذا ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي ينفخ في الروح، الروح مكانها فين يا جماعه؟ دي تالت حاجه، الروح مكانها الرحم. لما ربنا بيخلق الجنين مضغه وعلقه وبيكسوها عظام ومخلقه وغير مخلقه زي ما احنا عارفين كده، فربنا سبحانه وتعالى بينفخ الروح فين؟ بينفخ الروح في الرحم ده. الرحم ده هو بيت الروح، هو بيت المقدس بتاع الروح. فلما الرحم ده يتلوث بالزنا او يتلوث بالاغتصاب او يتلوث بحد يتحرش او كل الكلام ده، فبيعمل ايه في الروح؟ بينزع جزء كبير قوي من دور الروح، فالانسان ده يكون زي الميت وهو وسط العايشين. ليه؟ لان الروح طاهره، الروح طاهره. عشان كده مهم جدا 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 ان احنا لما نشوف حد بيغتصب او حد بيتحرش او حد نفهم ان هو من لصوص الارواح. احنا الناس بنشوفهم شكل كده، ولكن
في جوه حاجات احنا اكبر من ادراكنا يا جماعه. الناس اللي بتتحرش، الناس اللي بتزني، الناس اللي سبحان الله بتغتصب، كل الناس دول سارقي للارواح البريئه بتاعت المخلوقات دي، اللي هم مش عارفين ليه هم اتعمل فيهم كده اساسا. عرفتوا ازاي؟ الاشخاص دول بيبقى عندهم سواد داخلي وشيطنه، فبيحاولوا ان هم على قد ما يقدروا انهم ينقلوا شيطانتهم دول على الاخرين الابرياء. فاحنا نعتقد انه هي اللي جرته للزنا، او هي اللي عملته مش عارفه ايه، او هي ايه. هو في بعض الاوقات بيكون استدراج زي ما حصل مع سيدنا يوسف، ولكن في بعض الاوقات التانيين هو النفس اساسا بتاعت المغتصب او بتاعت المتحرش نفس دنيئه او نفس ظلاميه، وعايزه تاخد النور من الشخص التاني ده، فتعمل ايه؟ تغتصب روحه. فين الروح بتكون؟ في بيت الروح. بيت الروح اللي هو ايه؟ الرحم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ قال لنا ما تزنوش، قال لنا ما تعملوش لواط، ما تجوش جنب المنطقه السفليه دي خالص، لان المنطقه السفليه دي بتاعت الروح، بتاعت النور، بتاعت الابداع، بتاعت الخلق. فلما انت تيجي تلوث هذه المنطقه، الانسان يعيش مشوش، يعيش مش عارف طريقه، يعيش تايه، يعيش. وبعدين الروح دي بمجرد ما بتتولد في الحياه او بتتوجد في الحياه، وتلاقي معامله سيئه جدا جدا من الابوين او من الاخوات او من اللي هم قائمين على تربيه هذه الروح، كذلك الروح بتنفصل عن الجسد. بتنفصل يعني ايه؟ ما بتقدرش تتحمل الضغط ده. لازم نفهم كويس جدا يا جماعه انه المنطقه بتاعت الرحم والمنطقه بتاعت الجهاز التناسلي الذكوري، كل دول اماكن وجود الروح والخلق. فلازم اي انسان نشوفه بيغتصب، اي انسان بيتحرش، نعرف ان الانسان ده هو الغلط، مش الشخص التاني، مش الشخص التاني. عرفتوا ازاي؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى يحرم علينا اللواط، يحرم علينا الزنا، ليه؟ لانه انا مديك روح عشان انت اساعدك ان انت ترتقي ليا وترجع تاني بعد ما انت بعد ما حصل انه عصيان النفس لربنا سبحانه وتعالى. عرفتوا ازاي؟ فبيديك شيء عشان يساعدك انك ترجع له تاني، فانت الشيء ده بارادتك او مش بارادتك بتدمره عن طريق ايه؟ الافلام الاباحيه، كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي، والناتج بتاعها هو فساد البشر وفساد الروح بتاعت الانسان، وما بيعملش. وربنا يبعت 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 رسل ويبعت صالحين ويبعت نور عشان ينور للناس، عشان يقدروا ان هم يرجعوا للملكوت الاعلى تاني. ولكن للاسف اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الناس مش مدركه قيمه هذه الروح العظيمه او الهدى اللي ربنا منزله للانسان علشان خاطر يهديه للعوده اليه مره تانيه. طيب، فاذا زي ما قلت لكم كده، الروح دورها ايه؟ الروح دورها الخلق، دي اول مرتبه من مراتب الروح، ان انت تتخلق لهذه الحياه. تاني مرتبه من مراتب الروح هي التعليم والارشاد، انها تعلمك. القران بيعلم، الكتب اللي ربنا منزلها في السماويه بتعلم، والقران هو خاتم الكتب، وهو فيه روح ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيعلم الانسان ازاي يعيش هذه الحياه، وازاي ان هو سبحان الله يواجه التحديات اللي بيلاقيها. فنيجي نشوف في قصه سيدنا يوسف، لما جه سيدنا يوسف روضته امرأة العزيز على نفسه اللي هي ايه نفسه، على نفسه اللي هي المنطقة اللي خاصة بالروح. فسيدنا يوسف استعصم، لانه سيدنا يوسف عارف ان المنطقة دي لو حصل فيها اي تلوث ايا كان، بيبقى صعب على الانسان ان هو يرتقي لربنا سبحانه وتعالى، يرتقي لانه المكان ملوث. لازم الانسان، عشان ربنا سبحانه وتعالى طاهر ونور كبير جدا 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 يا جماعة، ورحمة عظيمة. عرفتوا ازاي؟ لازم الانسان يتطهر علشان يقدر يرتقي. فيجي الانسان يعمل الحاجات دي، وبعد كده يحصل له ازمات ويحصل له مرض ويحصل له مش عارفه ايه وايه. كل دي انواع من انواع التطهير للانسان عشان يقدر يرتقي. يعني شوفوا حتى احنا المرض اللي بنشوفه، انه ليه يا رب انت مرضتنا، وليه يا رب حصل كذا، وليه يا رب، هو عشان تطهير. هو ايه الهدف الاساسي من نزولنا؟ ايه الهدف الاساسي من نزولنا؟ الهدف الاساسي من نزولنا هو انه في نفس اللي هي سيدنا ادم ربنا امرها بشيء وعصت ربنا في هذا الشيء، فكان لازم النفس دي تهبط تنزل في هذا السجن، زي سجن سيدنا يوسف كده، بكبر الارض دي. انت بكبر الارض دي انت ما تقدرش تروح في حته، انت ما تقدرش تروح في حته. عرفت ازاي؟ الوحيده اللي تقدر انت بجسدك ما تقدرش تروح في حته، فزي ما تكون انت في سجن هنا. فلما الحاجه الوحيده اللي بتقدر تروح وتيجي هي روحك،
هي روحك. فتخيل انت روحك مغتصبة، او روحك متحرش بيها، او روحك مهانة، او روحك مذلولة، او روحك فيها ضعف، او مفيش نور فيها، او مش عارف تمدها بالنور. ازاي الروح دي هتروح تجيب لك معلومات من الكون من ربنا سبحانه وتعالى عشان تمدك تساعدك ان حياتك تكون افضل؟ مش هتقدر يا جماعة. لازم نفهم النقطة دي كويس كده. فاذا زي ما قلت لكم، جيت سيدنا يوسف قال لها لا انا ما اقدرش اعمل معاكي كده، لانه انا بخاف ربنا، وانه ربي احسن مثواي، وكل الكلام ده. ونفس الوضع حصل مع مين؟ مع ستنا مريم. لما ستنا مريم جالها الرسول او الروح عشان تقول لها انه انا ههبك غلام كده، اول ما شافته قالت ايه؟ قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. يعني انت جاي تعمل ايه؟ لا، الجسم لازم حدود واضحة للجسم، ولازم نعرف نحافظ على جسمنا ونحافظ على روحنا ونحافظ على نفسنا. دي مسؤوليتنا احنا، مش مسؤولية اي حد مهما كان. الناس طبيعتها احتلالك. يعني طبيعة البشر انهم ما عندهمش حدود، ولكن لازم الانسان يضع حدود لكل مهما كان، اخ، اخت، ام، اب، زوج. لازم تحافظ على هذه الروح، لازم ما تكسرش روحك، لان روحك هي اللي عندها سر رجوعك لربنا سبحانه وتعالى. طيب، فتيجي الروح ديت تقول لك ايه؟ مثلا زي ما حصل مع الرسل وكده، تيجي الروح دي ممكن لما انت تنام فبيخمد الجسم وبيخمد العقل كويس. فلما يخمد العقل اللي هي الانا، تبدا الروح تطير وتشوف بقى حاجات تانية، فتاخد بيانات من ربنا سبحانه وتعالى. زي مثلا ما حصل مع سيدنا يوسف. لما سيدنا يوسف شاف قال له يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. فلما سيدنا يوسف حلم كده، منين جات له البيانات دي؟ النفس ما تقدرش انها تطلع، لانه النفس مرتبطة بالجسد، ولكن اللي ليها حرية الحركة والخروج من هذا الجسد هي الروح. هي درجة من درجات الروح. في الدرجة الأولانية اللي هي بتاعت الحياة اللي أنا قلت لكم عليها دي، اللي هي الأساسية، اللي هي بتاعت الخلق، اللي بتخليك تتنفس وتشوف وتاكل وتشرب وكل الكلام. وفي الدرجة الثانية اللي هي بتاعت درجة المعرفة، اللي هي بتاعت درجة الإمداد من ربنا سبحانه وتعالى. فيجي سيدنا يوسف عليه السلام يحصل ايه؟ سيدنا يوسف روحه تطلع وتشوف انه ربنا يوريها، يقول لها انا شوفي في كواكب، في مش عارفه ايه، وكلهم ساجدين. ويجي هو يقول لمين؟ لابوه يا ابتي اني رايت في 11 كوكبا والشمس لي والقمر ساجدين. فده عشان يقول له ان انت اتصلت بالروح الاعلى. يعني انت عندك بيانات، يعني عشان سيدنا زكريا يقول له انت عندك بيانات دلوقتي ان انت هيكون لك شأن عظيم، فانت لازم تعمل كده وتآمن بالرحله بتاعتك في هذه الحياه. وده نوع من انواع المعلومات اللي الروح بتاخدها من الخالق، من المصدر سبحانه وتعالى. الروح ما بتفرقش بين المسلم والمسيحي واليهودي والكافر ما بتفرقش بين اي حد. الروح دورها انها تنقل بيانات حماية وحفظ ورحمة للناس. فيجي بعد كده نشوف مين؟ نشوف في القصة كمان اللي هو فرعون مع سيدنا يوسف قال له اني رأيت 7 بقرات سمان يأكلهم 7 عجاف ومش عارفة ايه، و7 سنبلات خضر يأكلها آخر. عرف منين؟ برضو كذلك الروح ادت له بيانات عشان تحافظ على ارض مصر واهل مصر، عشان تعمل سبحان الله الروح حسابها تبلغ النفس وتبلغ الجسد انه خلي بالك هيحصل كذا كذا. الروح بتعرف المستقبل، الروح بتعرف اللي جاي، بتديك رسائل عن طريق الاحلام، بتديك رسائل عن طريق المواقف، بتديك رسائل عن طريق فكره تجيلك. المهم الروح علمها اوسع كتير 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 من ادراك البشر. ليه احنا ما بنرتبطش بالروح بتاعتنا؟ لان النفس عندنا اعلى من الروح. احنا النفس طول ما النفس اعلى من الروح. يعني ايه اعلى من الروح؟ يعني مرتبطه بالارض. طول ما النفس مرتبطه بالفلوس، بالولاد، بيكون على الروح الصعوبه انها تتصل بالنور الالهي وتتصل بالمصدر، لانه في شاغل النفس اشياء تانية هي بالنسبة للنفس اهم من انها تعرف وتتصل بالرجوع. مع ان احنا الروح اهم، لان الروح هي اللي هنرجع بيها لربنا سبحانه وتعالى لما تنتهي رحلتنا في الارض. عرفتوا ازاي؟ لان هي اللي هتاخدنا وتطلع النفس وتطلع عشان لربنا سبحانه وتعالى، عشان تقول له ان انا اتممت مهمتي، او تقول له يا رب ده كان في ضلال بعيد وانا خلبت افهمه، وهو كان مشغول بالفلوس وكان مشغول بالعيال وكان مشغول بالارض وهوبا مات. وتفضل النفس جنب الجسد مستنيه اوامر الروح لما تيجي وترجع لها وتقول لها ان ربنا سبحانه وتعالى عفى عنك، او ربنا سبحانه وتعالى خليكي لغايه بقى يوم القيامه كده كده والكلام ده كله.
فاذا مهم جدا يا جماعه نفهم دور الروح كويس جدا، وتذكر دور الروح في القران الكريم، وتذكر في الحضارات، اغلب الحضارات وخاصه الحضاره المصريه. الحضاره المصريه ذكرت قصه الروح دي بالتفصيل من قبل بقى الاديان الابراهيميه، ومن قبل بقى الكتب السماويه، ومن قبل كل حاجه. هم كان عندهم وعي وادراك للروح وللنفس وللجسد وللقرين وكل الكلام ده. فلازم احنا يكون عندنا ادراك واعي كمان، وربنا حط لنا كل المعلومات. روح ربنا اللي خاصه بالبشر حاططها في القران الكريم اللي الناس مش بيمسكوه للاسف. طيب، فنيجي نقول ان الروح هي بتعمل ايه؟ دورها هي امدادك بالبيانات باللي هيحصل قدام. يعني عشان ايه؟ علشان خاطر تعمل حساب، زي ما القرآن كده ربنا سبحانه وتعالى جايب لك سير الاولين والاخرين والقيامه وهيحصل ايه، والناس هيقولوا يا ربي ليلتنا إيه، ارجعني الارض ويا ريتني اعمل صالح وكلام. فبيقول لك هو ربنا بيقول لك مديك من روحه معلومات سابقه عن اللي انت هتوصل له. بيقول لك انه انت بعدين هيحصل معاك كذا كذا. فدي روح ربنا سبحانه وتعالى الكتاب العظيم ده عشان يديك البيانات اللي انت في غياب وغفلة عنها. ولكن احنا مسكنا في القرآن في التجويد، ومسكنا في القرآن مش عارفة ايه، وانت بتنطقه كده، وهو القرآن اصلا جاي لك عشان يرشد روحك للرجوع ربنا سبحانه. هو ده الهدى بتاع ربنا اللي بعته لك مكتوب عشان يقول لك انت اخرتك هتكون ازاي. فلو لاحظت وقريت في القرآن ان اخرتك او التصرفات اللي بتعملها ماشية عكس ما مكتوب القرآن، تبقى عدل وانت هنا عشان تقدر ترتقي وترجع لربنا سبحانه وتعالى. طيب، الروح بيحصل لها ايه يا جماعة؟ لما الروح سبحان الله تتعرض للأذى، تتعرض للتحرش، تتعرض للزنا، تتعرض لحد ياخد حقها، كل الكلام ده بيحصل اللي الروح بيحصل حاجة اسمها انطفاء الروح. هي الروح عبارة عن نور من نور ربنا سبحانه وتعالى مشع، انت مش بتشوفه لكن هو موجود في كل البشر. وعشان النور ده مشع جدا في بعضه والبعض لا، اللي هم ما عندهمش نور بيغتصبوا اللي عندهم نور. اللي ما عندهمش نور وعندهم ظلام كتير في انفسهم بيغتصبوا الابرياء، فيمسكوا مين؟ الاطفال الصغيرين، يمسكوا البنات الصغيرين اللي هم ما يعرفوش حاجه عن الحياه عشان ينتهكوا وينتزعوا روحهم منهم، ونوع من انواع التغذيه لانفسهم. دي مشكله كبيره لازم نفهمها يا جماعه، انه زي ما احنا بنتغذى بالاكل وبالشرب وبالميه وبالحاجات الماديه، في حاجه تانية اسمها التغذيه بالروح. ان انا انسان اعمل موبقات كتيره، ولما اعمل موبقات كتيره الجسد يتعود على الفساد، فيبقى العقل يدور على اي شيء انه يحسس الجسد ده انه هو مبسوط، فينتهك ارواح الاخرين، ينتهك الاطفال الصغيرين الابرياء، ينتهك البنات، ينتهك كذا كذا كذا، او يغتصب الصبيان كذلك. ما هو بيبقى من الجنسين. عرفتوا ازاي؟ ليه؟ لان الروح بتاعت الانسان ده جعانه انها عايزه تتغذى على شيء اخر. فبدل ما الروح دي تكون جعانه وتتغذى على النور الالهي والمصدر، وتاخد من المصدر اللي هو القران الكريم، الصلاه، الصوم، العباده، الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لك عشان ينور روحك وتنور، اللي بيحصل ايه؟ انه بيتغذى بالروح دي على الابرياء التانيين، الاشخاص التانيين. وده احنا كله مش بنشوفه بالعين المجرده، كل ده بيحصل يعني سبحان الله بيحصل في الغيب، في العالم اللي احنا مش شايفينه، من العالم الغير مرئي. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فاذا الروح بيحصل لها ايه؟ الروح لما الانسان بيغتصب، لما الام بتبهدل ولادها، لما الاب بيأذي ولاده، لما بيضرب ولاده، لما الروح بتبدا تنطفئ واحده واحده في احداث الحياه بقى. يطلع زوج مستبد، يطلع سبحان الله مفيش حاجه، فتبدا الروح واحده واحده تنطفئ. فالانسان يحس بايه؟ يحس ان هو ميت بين الاحياء، فيحس انه يجيله بقى اكتئاب، يجيله حزن شديد ومش عارف الحزن ده من ايه، يجيله عدم نوم، يجيله تفكير زايد، يجيله كذا، كل الكلام ده ليه؟ لان الروح مطفيه. الروح مصدر النور ومصدر الارشاد مطفيه. فالانسان تكون النفس ضايعه بقى، النفس تضيع. فلما النفس تضيع تعتقد انه الفلوس هتساعدها فما تسعدهاش الفلوس، تعتقد الزوجه هتسعدها فما تسعدهاش الزوجه، فتعتقد انه البيت هيسعدها فما يسعدهاش البيت، وكل الكلام ده. عرفت ازاي؟ ويبدا الانسان يبحث 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 يبحث، وهو في ايده مصدر النور الاساسي اللي بيمده بكل النور اللي هو القران الكريم. عرفتوا ازاي؟ فلما الروح تنطفي ويبدا الانسان يبحث، ما يدورش ازاي يقيم هذه الروح، لان احنا ما تعلمناش ده، ما تعلمناش ازاي نرتقي. احنا كل اللي تصدر لنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قليلا
انه في الوقت ده كان قليل مثلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما تم القرآن الكريم وحط القرآن الكريم هو حاطط لك كل البيانات اللي تساعد ان الروح بتاعتك تكون كويسة وتكون مستقرة وتكون منورة وتكون زي ما ربنا عايز. عرفتوا ازاي؟ ولازم الانسان يقرا ويتعلم عن الروح، لازم يتعلم عن النفس، لازم يتعلم عن خبايا النفس، لازم يتعلم عن المشاعر، لازم يتعلم عن الافكار، لازم يتعلم عن الجسد. كل الحاجات اللي تخص الانسان لازم يعرف عنها، دي اكتر اهمية من الدراسة في المدارس ومن الجامعات. ليه؟ لان انت هتسيب الجامعات وهتسيب الشهادات وهتسيب البيوت وهتسيب الفلوس وهتسيب كل حاجة وهتطلع نفسك وروحك لربنا باللي انت قدمته في هذه الحياة. فلو انت مش فاهم روحك ومش فاهم نفسك ومش عارف ترتقي بهذه الروح، للأسف هتبقى قدامك صعوبات كتير قوي قوي على بال ما ترتقي. ربنا سبحانه وتعالى حط الأرض وحط فوقيها 7 سماوات. عرفتوا؟ يعني ده محتاج شغل، مش محتاج نوم، ده محتاج شغل وشغل وشغل ودعاء لربنا باستمرار. لان انت مهما ادركت او مهما عبدت او مهما صليت، لو مش في رحمة ربنا يبقى انت كده خلاص. ابليس كانت روح عبدة مصلية، وكانت نفس عبدة ومصلية ومؤمنة، وكان بيعتبر احسن شيء، ولكن لما ربنا جه وقال له اسجد لآدم اتنسف كل ده في ثانية، ما رضاش يسجد. عرفتوا ازاي؟ وعصى ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين غوى بقى غيره وهكذا. فهي دي المشكله، انه يغوي غيره عشان غيره يتلوث زيه، وبعدين تبقى دايره كبيره كده ويبقى ضلام 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 مالي الارض. اذا ليه بقى احنا لازم نحافظ على الروح دي؟ ليه لازم نحافظ على ارواحنا وارواح ولادنا ونكون واعيين بنسيب ولادنا فين، ومين اللي بيهز ارواحهم، والمدرسين اللي بيهزوهم واللي بيقللوا منهم، وكل الكلام الهدم اللي احنا شغالين فيه ده وفاكرينه ان هو صح. لازم نحافظ على اولادنا، لان كل واحد فيه ليه رساله لروحه. سيدنا يعقوب كان ليه رسالة، وسيدنا يوسف كان ليه رسالة أخرى خالص. روح سيدنا يعقوب غير روح سيدنا يوسف، غير روح سيدنا إبراهيم، غير روح سيدنا إسماعيل، غير روح سيدنا يونس، غير روح سيدنا محمد، غير روح سيدنا عيسى، غير كل روح من هذه الأرواح لها دور في هذه الحياة. عشان تعمل ايه؟ عشان ترجع النفس العصر تاني، عشان ترجع النفس الكبيرة بتاعت آدم اللي هي بتاعت كل البشرية لربنا سبحانه وتعالى. فبدل ما تكون في أسفل سافلين ترتقي هذه النفس. ولكن اللي بيحصل انه احنا أرواحنا ضايعة. لا احنا بنمسك القرآن إلا القليل، لا بنصلي إلا القليل، لا بنصوم إلا القليل، لا بنتصل وبندعي إلا القليل، لا سبحان الله بنحافظ على أولادنا وبنحافظ على أرواحهم، ولا طول النهار نهدم فيهم. فإذا في اختلال في القوة، اختلال. ده غير اللي بيجوا يسرقوا الطاقات بتاعت الناس، أو يسرقوا الأرواح بتاعت الناس، أو يقتلوهم. عرفت؟ او يقتلوا يزهقوا ارواحهم، اللي هي من اكبر الكبائر اللي ربنا قايل عليها انه دي روح ربنا سبحانه وتعالى. الرحم هو بيت الروح بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. زنا لا، لواط لا، عادة سرية لا، مشاهدة افلام اباحية وحاجات تحرك الشهوة لا. لان الشهوة دي اللي هي الروح بتاعت الخلق دي موجودة عشان تخلق شيء جديد في هذه الحياة. فانت بدل ما تقعد تضيع روحك في الحاجات دي، شوف روحك المفروض تعمل ايه في الاساس، شوف روحك المفروض تقدم ايه في هذه الحياة، وحول الطاقة دي من انك انت بتحولها لطاقة تدميرية، تحولها لطاقة بناء. طلع هذه الطاقة اللي جواك، ان انت تحافظ على جسمك، تعمل رياضة، ان انت تكتب وتألف، ان انت تخترع شيء، ان انت تفيد الناس بشيء. كل دي موجودة في طاقة الروح. كل السيستم والبرنامج موجود في طاقة الروح. موجود انه الانسان ده هيخترع مثلا سبحان الله اللمبة، الانسان ده هيخترع الكمبيوتر. جايبها منين؟ جايب الكلام ده كله منين؟ جايبه من مصدر الروح اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. في اتصال. وقلت لكم انا قبل كده ان الروح ما بتفرقش بين مسلم ومسيحي ويهودي وكل الكلام اللي احنا مقسمينه في هذه الدنيا، في الدنيا دي. الروح بتدي للمتصل بيها، الروح بتدي البيانات للمتصل بيها، للذاكر، للشاكر، للحامد، للمصلي، للي بيساعد الغير، للي بيتمنى الخير، للإنسان المنور. إنما المطفي مفيش اتصال، فمش هتديله بيانات، مش هتديله معلومات، ومش هيتطور في هذه الحياة. طيب إذن زي ما قلت لكم إنه لما ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني أمر ربي إنه ربنا سبحانه وتعالى بيدي البيانات للأرواح
اللي هي عندها اتصال قوي بربنا سبحانه وتعالى، انه ربنا في سيدنا محمد بيديله من روحه اللي هو القرآن الكريم والرحمة، سيدنا عيسى اداله الانجيل، سيدنا موسى اداله التوراة، الالواح. وليه بالتدرج كده؟ لان انا قلت لكم ان الروح هي مخلوق كبير وعظيم جدا جدا جدا، بيكون عبارة عن طبقات 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 طبقات. وفي نهاية الطبقات دي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الروح بتأدي مهمتها على هذه الارض، يا اما ما بتأديش المهمة تامة. ليه؟ لانه الانسان نفسه بتمشيه. فيجي ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسب البني ادم، لما الروح والنفس يطلعوا لربنا سبحانه وتعالى، يقولوا له يا ربي، الروح تقول له يا ربي ان هو كان عنيد، انه هو سبحان الله انا حاولت ارشده وحاولت اقول له كل الكلام ده، ولكن هو كان عنيد، هو كان في ضلال بعيد. عرفتوا ازاي؟ فيجي الانسان يقول يا رب خلاص رجعني وانا اعمل واعمل واعمل. يقول لهم خلاص ما تختصموش، يعني ما تتخانقوش قدامي كده دلوقتي، خلاص انا قدمت لكم بالوعيد، يعني انا اوريدي بعت لكم القران وبعت لكم الروح عشان تفهمكم انه خلي بالكم هيجي لكم يوم وكذا واللي هيحصل واللي هيسوي، وكتبته لكم في القران. دلوقتي ما تختصموش قدامي وتقولي ده هو النفس اصلها هي اللي كانت في ضلال، ولا الروح تقول لا اصل هو لا. فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يقول خلاص النفس بقى تروح، لانها ما اتبعتش الروح، تروح المكان اللي هي اختارته. عرفتوا ازاي؟ فبيكون طبعا العذاب وبيكون الحاجات اللي مش كويسه. ليه؟ لانها هي ما اتبعتش الروح، المصدر اللي هي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. فرحله الروح بتكون ازاي؟ الانسان سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون يبعت له اشارات قبل كده انه هو هيموت، ممكن ربنا احلام، وممكن يمرض. كل دي رسائل الروح ان الروح مهيئه انها تغادر هذا الجسد. فلما الروح تغادر الجسد، كل ما كان الانسان متمسك في الحياه، وكل ما كان الانسان متمسك في الارض ومش قادر ان هو يستوعب ازاي ينتقل للعالم الاخر، كل ما لزق في روحه، يعني مسك في روحه ما خلاهاش تمشي. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ او بصعوبه تطلع هذه الروح، بصعوبه. ليه؟ لانه النفس ماسكه فيها، حاسه ان هي دي ايه؟ هي دي الحياه، وهو ده الارض، ودي الفلوس، وده بيتي وكذا. عشان كده في بعض الاوقات او في بعض الثقافات او حتى عندنا احنا في الدين الاسلامي يقول لك انه النفس تفضل ساكنه جنب الجسد وموجوده عند المتوفي في المكان اللي توفى، مش في المكان في الارض اللي اتدفن فيه هذا المخلوق، او بتكون موجوده على الارض في برزخ، برزخ احنا مش شايفينه كويس، ولكن اللي بتطلع بتشوف كل شيء هي الروح، وبترجع تنزل لها تاني وتقول لها انت عملتي كذا 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 كذا. وهي الروح والنفس والقرين الثلاثه شكل بعض لنفس الانسان. يعني انا نفس الانسان كده، روحي نفس الشكل كده، وقصدي يعني مش نفس الشكل كده، ممكن يكون ليها شكل تاني، انا قصدي يعني نفس قريبه من الهيئه دي. يعني حتى في الحضاره المصريه القديمه كانوا بيمثلوا الروح على هيئه طائر كده واخد وش المتوفي. عرفتوا ازاي؟ وبيطلع للعالم الاخر. ابقوا شوفوه، اسمه الباه. المهم يا جماعه، فلما الروح تنتقل للعالم الاخر وكده بتطلع مع الملاك الموكل بيها بقى، الموكل بهذه الروح لربنا سبحانه وتعالى، عشان يقول لها انها ادت رسالتها في هذه الحياه ولا لم تؤدي الرساله. وان ما ادتش الرساله بتستنى، ويجي بعد كده يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يوم تقوم الملائكه والروح صفا. الروح صفا، الملائكه والروح صفا. يعني تخيلوا كميه الارواح بتاعت البشر اللي هتقف صفوف، وكميه الملائكه اللي هم اصلا بيدعموا البشر وبيحاولوا انهم يساعدوهم، ولكن الانسان نفسه بتبقى عندها مشكله كبيره. فالنهارده اتكلمت معاكم عن الروح، واتكلمت معاكم عن درجات الروح، وازاي ان الروح بتبدا باول مرحله هي مرحله الخلق، وبعد كده تاني حاجه مرحله التعليم والادراك، وبعد كده مرحله ان الانسان يؤدي دوره في هذا لما يتبع الروح. وازاي ان الروح دي بيكون لها رساله للانسان، ان سبحان الله روحه هي اللي بترشده وبتقول له ان انت اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ولكن الانسان دايما بيكون دماغه في حته تانية.
وبعد كده لما الانسان بينتقل للعالم الاخر، الروح هي اللي بتطلع مع الملاك الموكل بهذه الروح علشان خاطر تقول له على يقابل ربنا سبحانه وتعالى. ويوم القيامه ويوم الحساب الروح والنفس الروح والنفس بيكونوا قدام ربنا سبحانه وتعالى، ويقول لها وتقول له يا رب انا حاولت ولكن هو كان في ضلال بعيد، حاولت ان انا ارشده، حاولت ان انا اساعده، حاولت. والانسان يقول له معلش يا رب ورجعني تاني، فيقول لهم ما تتخانقوش قدامي بقى خلاص يلا، ويروح مدخل الانسان نفسه سبحان الله المكان اللي هو عمل ليه عشان يوصل له. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فاذا موضوع الروح ده موضوع كبير ومهم جدا، ان احنا عشان نقدر ننور الروح دي لا نسرق ولا نزني ولا نمد ايدينا على ولا نتكلم كلام مش كويس ولا نعمل اي حاجات تلوث هذه الروح، عشان تقدر الروح تتصل بالمصدر بالنور، ونساعد الروح دي انها تكون اكتر نور بان احنا نقرا قران، ان احنا نصلي، ان احنا نصوم، ان احنا نسبح، ان احنا نذكر، ان احنا نساعد الروح على الارتقاء. لما بنبعد عن هذا المنهاج او عن هذا التردد او عن هذه الذبذبات ما بنقدرش نرتقي للعالم الاخر، او ما بنقدرش نوصل للمكان اللي احنا نعتقد ان احنا عايزين نوصل له. فحكايه انه انا اصل ربنا رحيم واصل ربنا غفور واصل ربنا رحمته وسعت كل شيء كل شيء كل شيء، ولكن على الانسان يعمل ليه؟ لان طول ما روحك منوره وروحك كويسه ومحافظ عليها انت هتأدي كويس. ولازم تكون واعي بلصوص الارواح او بسارق الارواح او مغتصب الارواح. اي حد بيغتصب تكون فاهم انت دلوقتي هو ليه بيغتصب. هو بيغتصب لانه جواه ظلام وان هو مش كويس، مش الشخص التاني، بالعكس ده الشخص التاني في منتهى البراءة، وعشان كده لما شاف جواه بطاقته انه الشخص ده في منتهى البريء استغل طاقته وحب ان هو يسرقها. ده في الغيب اللي احنا مش شايفينه كويس. فانا حبيت كده اقول لكم يا رب ما اكونش نسيت حاجة، وبتمنى لكم صباحكم زي الفل. باي باي.